تخيل انك انت تكون متجوز في بيت عيله اللي هو المفروض اكتر مكان يكون امن، ويجي لك تليفون وانت في الشغل ويقول لك الحق لقينا بنتك متوفيه بين شقتك وبين شقه اخوك. احكي لنا بقى يا محمد، مين هي الطفل قمر وابوها مين وايه حكايتها بالظبط؟ نروح للبداية. الوالد اسمه ناصر المُر. الراجل ده اتجوّز في 2010، أنجبت زوجته قمر. كانت أول مولودة ليه. كان مرتبط طبعًا، أنت عارف أول مولود بتبقى الواحد يعني روحه فيه. وبعدين جاب فارس ومحمد. زوجته أنجبت 3 أبناء، قمر وفارس ومحمد. الدنيا كانت ماشية كويس جدًا. بتحصل خلافات زوجية بينه وبين زوجته، واللي بتنتهي بالانفصال. اتفقوا بالتراضي. طبعًا هُم صغيرين، أكيد كانوا هيبقوا في حضانة الأم. فقالت له: "لأ خلاص أنا هاخلّيهم عندك، أنا مرتاحة يعني طالما أنت هتخلّيني أشوفهم في أي وقت ما فيش مشكلة." الزوجة اللي انفصلت دي راحت اتجوّزت واحد تاني، وهو واخد الولاد في بيت العيلة. ليه أخ اسمه إسلام تحت منّه في البيت، ووالدته معاهم في نفس البيت. الجدة كانت مرتبطة ب احفادها. بأحفادها. وبرضه خاصةً بمين؟ بقمر. بقمر. وسبحان الله هي قمر، ويعني اسمها قمر وهي قمر في كل حاجة، في هدوءها، في خفة دمها، في بشاشتها. بتحب اللي ليها، بتحب قرايبها، ومتعلقة جدًا بجدتها. وفي الفترة دي زي ما قُلنا والدتهم اتجوزت، في نفس الوقت بيروحوا يزوروها وييجوا من وقت للتاني. هنا جدتهم بتتوفى. طبعًا أول ما اتوفت الجدة ابتدت بقى تظهر اللي كانت شايلاه الجدة بقى، الأعباء بقى أوائل. طبعًا هو كان أمّا بيروح شغله وهي سِت كبيرة برضه بتراعيهم، طبعًا لقى نفسه يعني إيه، بالبلدي كده بيلِف حوالين نفسه. الموضوع صعب جدًا، طبعًا هو 3 أطفال، فبقى خايف عليهم وفي نفس الوقت عايز متطلباتهم، فقرر إنه يتجوّز. ناس أهل خير كده وصحابه يعني رشحوا له واحدة قريبة منهم من نفس القرية، اسمها ميار عوض، عندها 21 سنة، ربة منزل. قالوا له بقى دي يعني إيه شابة صغيرة، كان ساعتها هو اتجوز في 2020، كانت عندها ساعتها 18 سنة. بعد ما اتجوزوا وعاشت معاهم في البيت، طبعًا 3 أطفال زي ما قُلت لك، كانوا بيروحوا قليل عند والدتهم، شبه مقيمين طبعًا مع أبوهم. المعاملة كانت كويسة جدًا من ناحيتها. كانوا مسليينها بقى في البيت. طبعًا هو الزوج زي ما قُلنا بيخرج الساعة 08:00 ويرجع الساعة 22:00. بعد أول سَنة جواز بتنجب طفلة، ومن هنا بقى بدأت هي تهتم إيه، طبعًا ب... شيء طبيعي هتهتم ببنتها. بالرضيعة اللي لسه جاية جديد. في إهمال شوية من ناحية إيه، الاولاد. الأطفال. مم. ابتدى الأطفال يشتكوا لأبوهم، تقول له: "يا ناصر ده بيعملوا كذا وهُم اللي بيضربوا بعض." ولد يقول له: "ده أنا رجلي ضربتني بالخرطوم على رجلي مزرقت." تقول له: "لأ، خلّي بالك ولادك بيكدبوا." قمر تقول له: "لأ يا بابا في 1، 2، 3 دي ضربت أخويا أنا شُفتها." فتقول لها: "أنتِ بتسخّنيه عليّا." ابتدت تحُط قمر مم. إن كإنها ضرتها. ان هي بتسخنها على جوزها. ما هي التانية برضه عندها 18 سنة، بس للأسف تنفّذ. عقلها صغير قد اللي عندها 10 سنين. الخلافات دي بدأت تزيد وتوصل لأبعد حد ما بينهم وما بين بعض بقى، كبنات بقى زي ما قُلنا كإنّهم أطفال مع بعض. ميار بتزيد من الحِدّة على الأطفال، عايزة تطفّشهم يعني بالبلدي. مم. قالت لك بقى أنا هاعمل معاهم مشاكل ويشوفوا لهم أي صِرفة، يقعّدوهم بقى في شقة حماتي والّا يبعدوهم بعيد عني. وهنا الأطفال كانوا بيلجأوا لعمّهم إسلام، شاب صغير وكان لسّه هو حديث التزوُّج. فكان على طول دايمًا إيه، مع ولاد أخوه. زي ما قُلت لك في البيت، في بيت العيلة، ده طالع نازل بيقابلهم، بيجيبوا له حاجة، بيقضوا له حاجته، الكلام ده كلّه. كان حاببهم، إسلام هو اللي كان محتويهم. اسلام اخويا محمد كان في انهي دور؟ احكي لي بقى تفاصيل البيت ده شكله عامل ازاي بالظبط؟ هو بيت عيلة وائل 3 أدوار. مم. في الدور الأرضي، والدور الأول اللي كان فيه إسلام، مم. والدور التاني اللي كان فيه ناصر وولاده. هنا إسلام كان هُم طالعين نازلين بيعدّوا على فين؟ على اسلام. على إسلام. وبيقعدوا مع مرات إسلام برضه كانت بتحبهم برضك جدًا. وزي ما قُلت لك كانوا بيونسوهم برضه، لسه عرسان جداد وفرحانين بيهم وكده. فكانوا بيقعدوا دايمًا معاهم. الأولاد كانوا بيرتاحوا شوية في الكلام مع مين؟ مع ناصر. عمّهم. إمم. فالولاد قعدوا يشتكوا له من مين؟ من من مرات مرات أبوهم. أبوهم ميار. إمم. لدرجة قمر قالت له في مرّة مسكت أخويا ده كانت هتخنقه، كانت هتخنق أخويا. ومرّة مسكتني أنا نفس ما مسكت أخويا، عايزة مسكتني من رقبتني جامد وكأنها بتهزر معايا. فإسلام بقى شايف التعبيرات بتاعة الأطفال، إمم. أرى إن في حاجة مش مضبوطة. ما هي طالما بتتكرر يبقى في حاجة في حاجة غلط. من ناحيتها. إمم.
فاسلام راح قال لاخوه خلي بالك يا ناصر، بيحصل 1 2 3. هو كده بيأكد كلام البنات إنهم اللي هم كانوا بيشتكوا صح يعني. بالظبط. بيحصل واقعة غريبة شوية، إن إسلام جاله تليفون من شرطة المحطة عندهم، محطة القطر، اتصلوا بيه أنت فلان الفلاني، فين والدها؟ والدها في الشغل. طيب إحنا لقينا قمر ناصر موجودة على محطة القطار. خد بعضه وراح على محطة القطر بسرعة، ومعاه ميار اللي هي مرات أبوها. في إيه؟ قال لك لقينا البنت واقفة هنا ومنهارة والكلام ده كله. رايحة فين؟ كانت تركب القطر. شكوا فيها طبعا رجالة المباحث بتوع السكة الحديد والكلام ده كله، لقوا واحدة لوحدها، تحفظوا عليها تعالي يا بابا، خدوها بالراحة، انت منين؟ كذا كذا كذا، وانا ماشية من البيت، مرات ابويا مزعلاني وماشية. جه عمها استلمها، اتصلوا بابوها، جه استلمها مع عمها ورجعوا على البيت. ليه يا بنتي عملتي كده؟ قالت له يا بابا انا اشتكيت لك مرة واثنين وثلاثة من ميار وانت ما صدقتنيش. قلت لك مره كانت هتموتني وانت ما صدقتنيش، مره تموت اخويا وانت مش عايز تصدقها. فهنا اتدخل اسلام عمها التدخل المناسب بقى في الوقت المناسب. قال لاخوه انت طالما بقى يعني مش ما فيش حل، انا هحل لك الموضوع ده وخلاص. بقى انت شايف اخوك يا وائل في حاجه غلط بتحصل واخوك مش سامع، فانت خلاص بقى لازم هتتدخل بقى عشان تحل. بس. فقال له بص انا هبعد دول، هما الاثنين مش هينفعوا يقعدوا مع بعض. طب ايه الحل يا اسلام؟ قال له انا هاخدها تعيش عندي. ده يريحك يا بنتي؟ لميار ده يريحك؟ قالت كده تمام. هي ما هتصدق طبعا. بالظبط، خلصت منها. اسلام خد قمر ونزلت عاشت معاه. طبعا زوجته فرحانه بيها جدا. شوف بقى زوجته دي اللي هي يعني ما يعني حيالله مرات عمها، بقت فرحانه بيها وبقت عاملها كانها بنتها وفرحانه بيها جدا. قعدت قمر عند عمها اسلام يجي اكتر من شهر ونص. قمر واخواتها بقى. ما خدش الثلاثه، خد قمر اه وساب الاثنين التانيين فارس ومحمد. من وقت للتاني طبعا بتشوف اخواتها بينزلوا فارس ومحمد يجوا من الحضانه وبتاع، يعدوا على عمهم يقعدوا معاه والامور زي الفل. تمام. واسلام كده بالبلدي بعد ايه النار عن البنزين، وقمر انت في مونسها حالك مراته. وهي في حالها. ناصر مش قادر يعني ما هي المشكله ان ده اب فاهم، مش قادر يبعد بقى يعني بنته. فبيرجع من الشغل يروح على فين؟ على قمر. على قمر. التانية قاعدة فوق كأني ضرتها. اشمعنى قمر؟ تقلب عليه الدنيا، يطلع لها بقى طبعا انت ما جيتش قعدت معايا، ما اتكلمتش معايا، ما بتكلمنيش، ما بتسأل انا في الشغل، انا في القصة في الحكاية. طب انت جاي تجري على بنتك وسايبني وسايب بنتك التانية ازاي؟ الغيرة والحقد بقى. اركن الشيطان ده على جنب. وابتدى بقى ايه كده النسا والمواضيع بقى اللي ايه اللي ما حدش ملهاش تفسير، حقد وغل من ناحيه ايه البنت اللي هي 10 سنين. وطبعا عنفها لما راحت المحطه وقالت لها انت السبب. يمكن كمان ده كان سبب رئيسي في تدهورت بقى العلاقه ما بين ناصر وزوجته. انت اللي دمرتي البنت وعايزه تمشي تطفش، وانت اللي بتكرهيها، يبقى انت فعلا بتضربيها. ابتدى بقى ايه كل حاجه كانوا بيقولوا عليها ما كانش بيصدقها صدقها. ويجي في مخيلتها فكره ان هي تخلص من قمر.